السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى اخوات في الدنيا؟ كل سنة وانتم طيبين. عيد سعيد علينا وعليكم. الفيديو دوت كان تاني يوم العيد بصراحة، بس ما نزلتهوش، فهنزله ان شاء الله النهاردة. احب اعمل وياكم كده الرز اللي هو بخلطة، بس انا هعمله باللحمة المفرومة، مش هعمله بالكبدة. وهعمل وياكم الفراخ المشوية. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. لو انت اول مره تشوفيني يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. اتمنى يا رب ان الفيديو يعجبكم ويميل اعجابكم كده، وتحطوا لنا اللايك الجميل، سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب يوميات ام صلاح 2021. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. زي ما انتم شايفين كده هعمل التتبيله بتاعه الفراخ المشويه. هجيب بصلايه كده وانضف البصلايه بتاعتي. وهنا يا جماعه عندي لحمه مفرومه هعمل بيها الرز بتاعنا اللي هو بخلطه زي بتاع الطباخين ما بيعملوه في الافراح. والفراخ طبعا مغسوله زي ما انتم شايفين كده زي الفل اهيت، ومنقوعه وكانت ومتصفيه ما فيهاش اي حاجه خالص. هنا بقى هظبط للخلطه بتاعه الفراخ التتبيله يعني بصلايه، وطبعا طماطم وقرن فلفل وفص توم. كله بضربه في الكبة طبعا، ومعلقة صلصة وكاتشب والتوابل الحلوة بتاعتك وملح وفلفل. وبعملها كده على جنب واسيبها. وباجي بقى عند الفراخ هنا بقى ايه، بنغز الفراخ بتاعتي كده عشان التتبيلة تدخل في قلب اللحم بتاعها كده زي ما انتم شايفين اهو. هعمل طبعا الفراخ كلها بتاعتي وهنزل بالتتبيلة زي ما انتم شايفين كده، بصوا كده. طبعا هحط التتبيله بالفراخ في التلاجة لمدة 3 ساعات قبل ما اسويها، عشان تكون خدت الطعم الجميل اللي انتوا هتجربوه وتشوفوها في النهاية. طبعا ما ننساش بقى الملح والفلفل والتوابل الجميلة بتاعه الفراخ ادي التتبيله اهيت هنزل بيها كده. عايزه اقول لكم ريحتها كانت حلوه قوي. ونخلي بالنا عشان الملح طبعا نحط الملح كده ايه، نخلي بالنا عشان ما تحدقش مننا بعد ما تستوي. هسيبها بقى في التلاجة لمدة 3 ساعات قبل ما انزل بيها على البوتاجاز كده واديها نص تسوية وادخلها الفرن اهي. يلا هنشوف بقى نعمل ايه تاني مع بعض. جبت حلة على النار وفيها معلقة سمنة. هنا هعصج اللحمة بقى بتاعة الرز. بصلاية كده ضربتها في الكبة، هديها تشويحة بس كده بسيطة، مش عايزاها تحمر او تصفر، يعني يا دوبك تدبل تدبل بس. هنزل بقى باللحمة كده وهفضل اقلب فيها، وبعد كده هسيبها بقى على النار هادية خالص لغاية ما تستوي. هنا الستاند بقى كان مدوخني كل شويه عمال يقع، والتليفون كان هينزل في قلب الحله، بس الحمد لله ربنا ستر. شايفين كل شويه احس ان هو هيقع. هبص بصه كده هنا على الفراخ، لقيتها لسه فيها الصوص اللي هو سرد منها ده لسه ما نشفش منها. كان لسه قدامها كمان 10 دقايق واوديها الفرن بقى عشان تتشوي. هقلبها بقى على الوش التاني زي ما انتم شايفين كده. وعايزه اقول لكم انا خدت شويه من الصوص اللي نازل من الفراخ دوت على الرز، يعني صفيت شويه منه واخدته مع رز عشان يدينا طعم الفراخ كده فيها.
دخلناها الفرن كده يا جماعة على درجة حرارة 250 عشان انا عايزاها تتشوي خالص. هنا بقى هعمل الرز بخلطة. معلقة سمنة كده في الحلة، ولما ساحت نزلت بالرز. هفضل اشوح فيه لغاية ما يصفر. انا عايزاه يصفر بس. هفضل اشوح فيه جامد بقى لغاية اللون اللي انا عايزاه. هسيبه بقى على العين اللي هي الواطية مع نفسه كده، وهحمص الشعرية ولسان العصفور. عايزه اقول لكم ان الرز بياخد وقت قوي على ما يعني يصفر معاكي، بياخد وقت. ولازم تفضلي تقلبي فيه عشان ما يبقاش حبايه وحبايه، لازم كله يبقى نفس اللون. طبعا الشعريه ولسان العصفور ما بياخدش وقت وبيحمر بسرعه. وتخلي بالك برضو حتى لما تطفي النار على الشعريه ولسان العصفور لازم تفضلي تقلبي فيه عشان برضو ما ياخدش الدرجه الغامقه. بقيت اقلب في الرز شويه واقلب في في الشعريه ولسان العصفور شويه، لاني لو نسيت اي حاجه فيهم هتبوظ معايا الاكله. ولو عندك بقى لو عندك مثلا كبده ولا كده ممكن تعمليه بالكبده برضو بيبقى حلو، لكن انا هعمله باللحمه المفرومه بيبقى اطعم. خلاص هنا طفيت على لسان العصفور والشعريه مع بعض. وخلاص بقى هشوف بقى نعمل ايه مع بعض تاني. هقلب هقلب كده لسان العصفور والشعريه على الرز واديهم تشويحه برضو وهو لسه على النار. خلاص قلبتهم كده مع بعض. هعمل بقى هكرمل كده معلقة سكر عشان يدينا اللون الغامق اللي هو بتاع الرز، بتاع زي بتاع الطباخين كده. وطبعا ما كانش عندي شوربة، انا يعتبر عملت شوربة كده مع نفسي بالمرقة الدجاج والتوابل الحلوة بتاعتي مع الكرملة بتاعة السكر ديت هيدينا شوربة حلوة اوي للرز. وطبعا ما تقلقوش ان السكر هيخلي الحاجة مسكرة، لا، ملحك والفلفل هيخليه مظبوط جدا، مش هتبقي حاسة اصلا بسكر خالص. نزلت كده بالمية. طبعا المية برضو كانت سخنة. شايفين اللون؟ لون الرز هيبقى كده، هيبقى غامق. ولو متوفر عندك شوربة لحمة بس ما يكونش فيها طماطم وكده هتبقى احلى برضو. يلا بقى هنتبل كده الشوربة ديت بالملح والفلفل والتوابل. وهننزل بالمرقة كده والملح. هفضل اقلب فيها شوية كده، واول ما بتبدأ تغلي هنزل على الرز. اظبطي ملحك، بس اهم حاجة اظبطي ملحك. انا كده كنت كل شوية بدوق عشان ايه
ما يكونش الملح عالي او كده. هنزل بقى ايه على الرز، بس بعد ما اديله تشويحه كده ويسخن تاني على النار. هقلب بقى كده، وطبعا مش هنزل بالكبده دلوقتي. شايفين الكبده بعد ما استوت بقت اللحمه المفرومه لا مؤاخذه بقى شكلها عامل ازاي. هقلب تقلبتين كده واشوف وادوق الشوربه كده، عشان لو الملح عالي او عادي ابقى اظبط ملحي. وطبعا بغطيه بقى لغايه ما يستوي ويبقى معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هجيب بقى اللحمه المفرومه كده بعد ما هي استوت كده، وانزل على وش الرز كده. طبعا عايزه تخليه على الوش، وبعد ما وانت بتغرفي بقى تطلعي معاكي، عايزه تقلبيه ويفضل اللحمه المفرومه تدخل جواه كده ماشي. هو كده خلاص واقف على التقديم. هقلبه تقلبتين كده واغطيه تاني وبس. بصوا بقى الحركه اللي انا هعملها دي، الحركه دي حلوه قوي وادت ريحه حلوه قوي للرز بتاعنا. خلاص مستوي وجميل اهوت. والفراخ بتاعتي كمان طلعتها من الفرن. طبعا الفراخ المشويه كده جاهزه. وطبعا ولحت فحمايه كده وسبتها على النار لغايه ما احمرت خالص. اهي حطيتها كده في قلب الفراخ، وكمان طلعتها من الفراخ حطيتها مع الرز، وبقى شكله جميل زي ما انتم شايفين. خلاص الاكل كده خلص، بسم الله ما شاء الله. غرفت كده الاكل اهوت، شكله جميل وريحته كانت حلوه قوي. اتمنى ان الفيديو يعجبكم ويكون خفيف على قلبكم، وتحطوا لنا لايك جميل. ولو عجبك الفيديو يا ريت تكتبي لي كومنت. وان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات الاخرى، وانزل لكم كل يوم فيديو جديد. واستنوا معايا اكبر تحدي. الفيديو الجاي هيبقى فيه تحديات حلوة. واشوفكم على خير، مع الف سلامة.